السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله نقدم لكم فيهم قريشلات بمناسبة عاشوراء. ان شاء الله كل سنة وانتم بألف خير. بالنسبة لهاد المكونات غادي نحتاجو ل6 كؤوس من الدقيق الابيض، 125 غرام من زبدة بغير ديال العلبة استعملت، 4 حبات من الجبن المثلث، علبة من ياغورت طبيعي بدون سكر، القليل من الملح تقريبا ملعقة صغيرة، وملعقة صغيرة من الإبزار، ملعقة كبيرة من الخردل أو المطارد، وملعقة صغيرة من بودرة الثوم، وشوية القليل فقط ديال الخل، ونصف كأس من زيت الزيتون، وشوية ديال الماء اللي غنكمل به باش نجمع العجين. غادي نوضع هاد المكونات. أولا الدقيق الأبيض اللي سبق لي وغربلته، نوضع معاه الجبن كيعطي مذاق رائع ومعروفة به. يعني القريشلات ضروري ما كنستعملوا فيهم الجبن، تقدروا ديروا حتى ل5 حبات، لكن 4 كافيين او حتى 3 ما يمشي مشكل، يعني اللي توفر لكم. نوضع معاهم الزبده واخا تكونوا يلا جبدتوها من الثلاجه استعملوها، ما تبقاوش تسناو حتى تذوب مثلا. غادي نخلط هاد المكونات، ضفت ياغورت طبيعي، نضيف الملح غير باش نتحكم في هذا العجين. غادي نبقى نضيف بالتدريج، نحاول ندمجهم جيدا. كيف كتشوفوا معايا ضفت باقي المكونات اللي كانوا مازال ليا ما ضفتهمش. كنجمع هكذا العجين بدون ما ندلكها، يعني نحاول فقط نجمعها. بالنسبه لزيت الزيتون فهو ضروري ما تستعملوش زيت نباتيه، كيعطي مذاق رائع وراه صحي. غادي نضيف قطرات من الماء كيف كتشوفوا، غير باش نزيد نجمع العجين. ما ديروش كميه ديال الماء كثيره من الاول حتى كتجمعوا العجين وتشوفوا القوام اللي حصلتوا عليه. انا غنكتفي بهاد الكميه اللي درت ديال الماء، وراه كيبقى على حسب نوعيه الدقيق. الاهم انكم تشوفوا القوام اللي غادي نحصل عليه. نحاول ندمج هاد العجين جيدا، هاد العناصر اللي فيها مع بعضهم صافي، وما غاديش ندلكها، غير غادي تجمع العجين جيدا ونحصل على واحد القوام متماسك. وغادي نتوقف. كيف كتشوفوا العجين كيبقى يعني رطب بهذا الشكل. نبقى نديه ونجيبو هكذا بسرعه. غادي نحاول نقسم العجين الى 4 قطع على حسب يعني النكهات اللي بغيتو تستعملوا. كان اقل غادي تقسموا اقل، كان اكثر قسموا اكثر، لكن هذه الكميه راها مناسبه، يعني 4 اشكال مختلفه، والكميه راها معقوله كتغلبوا فيها دغيا كتحضروها، ما كتلقاوش واحد الصعوبه في الطهي ديالو. لان بزاف ديال الناس كيقول لك في الطهي اللي كنتعذبوا كان خصنا نبقاو ندخلوا لاطا ونجبدوا لاطا، لكن هكذا راه بسرعه كتحضروه، يعني كميه مناسبه. انا قسمته ل4 كرات، كل كره غادي ندير فيها نكهه. الاولى غادي نسرحها بهذا الشكل، وناخد كميه من الزعتر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، وغادي نستعمل معاه كميه من الجبن المبشور، ندخلهم هكذا في العجين. مجرد ما العجين كتجمع كنتوقف باش هكذا نتفادى انني ندلك العجين. كيف كتشوفوا كنخدم باطراف الاصابع، والعجين راها يعني رطبه كتخدم بسهوله.
غادي نوضع هاد الكرة جانبا، وناخد كرة اخرى نستعمل فيها نكهة اخرى ولون اخر. بالنسبة لهذه غادي نوضع فيها كمية من التحميرة وكمية من الهريسة الجافة، لاني ما غاديش نوضع هاد العجين في الثلاجة. الا كنتو غتوضعوه في الثلاجة باش يرتاح يمكن لكم ديروا الهريسة اللي كتكون هكذا على شكل بوماد، لكن انا غندير هنا فقط هادو جافين باش نخدم بسرعة. نحاول ندخل هاد العناصر في العجين جيدا حتى كيتوحد اللون، والتحميره راه فقط كنستعملوها غير باش نحصلوا على اللون. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروها ما يديروهاش. صافي غادي نوضعها جانبا، وناخذ كريه اخرى نسرحها، وغادي نستعمل فيها الزيتون الاسود طحنته في الخلاط. واخا يبقاو فيه حبيبات، يعني يبقاو فيه احجام مختلفه ماشي مشكل، حتى هو غادي ندخله في العجين. في الاول كتشوفوا بلي العجين ولات يعني كتلصق، لكن غادي تبقاو كتجمعوا بهذا الشكل وغادي تحصلوا على واحد الكتله متجانسه بدون ما تضيفوا الدقيق. بالنسبه لهاد العجين ديال الزيتون انا غنخليه هو الاخر نخدم به، بيد ما خدمت الكريات الاخرى او النكهات الاخرى، وغنوضعه في الثلاجه ضروري في كيس بلاستيكي بما ساليت ونجبدو نخدم به. وبالنسبه للكريه الاخيره غادي نخليها طبيعيه وغادي نزينها من الفوق. غادي ناخد اول نكهه اللي هي ديال هاد الهريسه، نسرحها جيدا، نسرحها فوق من ورق الطبخ، لاني الشكل اللي غادي ندير غادي ندخلو يطيب دفعه واحده. غادي ندير واحد السمك اللي يكون رقيق شيئا ما. غادي ناخد هاد الجراره ونبدا ندير هكا خطوط، يمكن لكم ديروهم رقاق اكثر من هكا، لكن انا بغيت هاد الشكل. يمكن لكم ترقوهم، استعملوا مختلف الاشكال اللي نتوما كتفضلوا. صافي غادي نستعمل هاد الخطوط، وفي هاد الاثناء راني كنكون شعلت الفرن على درجه حراره 160. ما تجهدوش الفران باش يطيبوا وياخذوا ديك القرمشه اللي كنبغيو نلقاو في هاد القريشلات. الا يعني درتو النار عاليه راه ما غاديش يتقرمشوا، غادي يتحرقوا من يعني البراد ديالهم. صافي انا غادي نقطع بهذا الشكل، كيبقى الطول على حسب الرغبه ديالكم. انا غنكتفي بهذا الطول. ومباشرة غادي ناخد صينية ديال الفرن ونوضع فيها هاد العجين بورق الطبخ ندخلها طيب. بالنسبة للعجين الآخر أنا غنستعمل هذا هو الثاني اللي هو عادي ما فيش النكهات. في هاد الأثناء كتكون القريشلات الأولين راه قربوا يطيبوا، وكنحضر هادو ولا مباشرة كنبدا نحضر في الثانيين ونوضع في الصينية ديال الفرن. أنا سرحتهم بالدلاك ودرت هاد الطابع على شكل وردة، وغادي نزين بالبافو راه متوفر عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، وكمية من الجبن المبشور نوضعو على وجه هاد الوردة بهذا الشكل حتى نكمل كمية كاملة، ونوضع فوق منه هاد البافو. راه ملي كيذوب الجبن راه كيلصق، حتى هو غندخلو ان شاء الله يطيب. وغادي ناخد الشكل الاخر اولا النكهة الاخرى اللي فيها الزعتر والجبن، نسرحو بالمدلك بهذا الشكل. راه كيوجدوا بسرعه جميع هاد الطرق راه ساهلين وما كياخذوش وقت كتير، كذلك الكميه جد مناسبه، يعني ما تاخذش معكم وقت طويل، خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم افران صغيره.
ما يلقاوش مشكل في الطهي، لان اغلب الناس كتغلبهم المرحله ديال الطهي، كتشد ليهم الوقت. صافي انا قطعت هكا على شكل مربع شيئا ما، وغادي ندير هكا هاد الخطوط على حسب الطول اللي بغيتو، لكن هاد الطول راه كيكون جد مناسب. وغادي نبدا ندير هاد الاشكال بحال المثلثات. ومن الضروري انكم ما تديروش القاعده عريضه بزاف باش يجيو متولين وزوينين. صافي غنحيد اول وحده ونبدا كنلف من القاعده الى الطرف اللي حاد، يعني اللي رقيق، بهذا الشكل. وغادي نستمر بنفس الكيفيه. راه الطريقه سهله وسريعه. كيف شفتوا العجين في هذا النوع راه كديروه رقيق وراه ما كيلتصقش. بالنسبه للناس اللي كيلقاو صعوبه يمكن لكم تخدموا هذا العجين ما بين بلاستيك غذائي باش تحكموا فيه. صافي غادي نبقى نخدم بهذا الشكل حتى نكمل الكميه كامله. وبالنسبه لهاد الكريه اللي فيها الزيتون انا حتى هي جبدتها، وغادي نستعمل لها واحد الشكل اخر اللي حتى هو ساهل وسريع وكيعطي كميه كثيره. هاد الشكل كيعطي كميه كثيره. غادي تشوفوا معايا. نسرح جيدا العجين وناخد هاد القطاعه ديال البيتزا اللي ما كيكونوش فيها الشريطات، واخا راه كتقطع مائله شيئا ما، ولكن غادي نستعملها لاني ما بغيتش نحصل على دوك الخطوط اللي تيكونوا في الجراره اللي كنستعملوا، اللي سبق لي واستعملت في النكهه ديال الهريسه. المهم اللي كملت هاد الخطوط غادي نحيد هاد الجوانب راه من بعد ونعاود نخدمهم. العجين اللي كتبقى الفائض ديال العجين راه ما كنرميش، راه كنعاود نخدمه. وغادي ندير هاد الخطوط بهذا الشكل. هادو غادي نجمعهم حتى نعاود نخدم بهم. وكشفتوا هاد العجين كتجي شويه مطلوقه لكن راه سهله في الخدمه. غادي ندير هاد اللفات بهذا الشكل ونوضع في الصينيه ديال الفرن. راه الطريقه جد سهله. كتحاولوا تلفوا بالعكس، يعني وحده كتجروها على اليمين وحده على اليسار باش كتعطيكم دوك هكا هاد الشكل فيه لفات. غادي نستمر بنفس الكيفيه مع الكميه كلها. وهاد الطريقه راه قلت لكم كتخرج كميه كثيره اكثر من يعني من الطرق الاخرى. من بعد ما طابوا هاد القريشلات كيجيو بهذا الشكل مقرمشين رائعين، المذاق لا يقاوم. غادي تجربوهم وغادي تتاكدوا بانفسكم. وبالنسبه للناس اللي ما كيزعموش يحضروهم فهاد الكميه راكم غادي تغلبوا فيها، جد سهله وكتوجد بسرعه. يكفي انكم تاخذوا المبادره الاولى وان شاء الله يجوكم زوينين وناجحين. والكميه راه اكثر من هذه اللي حاطه انا قدامكم دابا. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم. اهم حاجه انكم ما تديروش النار عاليه في الفرن باش ياخذوا حقهم في الطياب وياخذوا ديك القرمشه المطلوبه اللي هي ضروريه في القريش. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.